تفتكروا بقى خالد نور فعلا غلطان ولا الراجل ده بيحاول يطلع باي سبوبه؟ وايه اللي حصل مع خالد نور النبوي؟ خالد نور النبوي كان راكب عربيته في القاهره، خبط واحد كان راكب موتوسيكل طيره من على الارض، نزل الراجل اتصاب اصابات بالغه، بعد كده دخل المستشفى وحط شرايح ومسامير وعمل عمليه كبيره. لما الراجل قابل خالد نور، خالد نور اتعامل معاه بطريقه محترمه جدا وقال له انت عايز ايه، وان هو هيوديه المستشفى، وفعلا وداه وقال له ان هو هيكفل بكل مصاريفه. بس الراجل ساعتها قال له لا، انا هروح مستشفى تبع التامين الصحي اللي بيوفروا شغله، وانت كنت هتدفع مبلغ مالي، لا ادفع 150,000 جنيه ويبقى كده الموضوع يتحل ما بيننا. وفعلا خالد نور بعد ما راح واطمن على الراجل في المستشفى كان معاه 2 مساعدين بتوعه، واكدوا للراجل ان هو هياخد فلوسه وحقه تماما وان هم معاه ومش هيسيبوه ابدا. لكن الراجل اتفاجئ بعد كده ان خالد نور اختفى، والاثنين مساعدينه اللي كانوا معاه اختفوا ومش بيردوا على مكالماتهم ومش عايزين يدفعوا الفلوس. الراجل لجأ للمحامي بتاعه، ودلوقتي رافعين قضيه على خالد نور بيتهموه فيها ان هو ما دفعش الفلوس اللي كان متفق بيها معاهم، وكمان متهمينه ان هو كان شارب مخدرات، وطالبين ان هو يتعمل له تحليل مخدرات في اسرع وقت. تفتكروا بقى خالد نور فعلا غلطان ولا الراجل ده بيحاول يطلع من الراجل باي سبوبه؟